كنت المفروض اصحى بدري عن كده بس صحيت متاخر. صاحبتي هي اللي مصحياني اصلا. النهارده رايحه الجامعه، عندي تدريب تبع الجامعه، لازم اروح اديهم اسمي عشان دي اخر دوره وانا ما روحتش لسه، ما سجلتش اسمي، فعايزه اروح اديهم اسمي عشان اروح الدوره ديت بعد التدريب تبع الجامعه. انا متاخره جدا، ما عملتش سكين كير، ما عملتش اي حاجه، ولازم اطلع حالا لان صاحبتي طلعت من بيتها، فانا لازم اطلع حالا من البيت. هحط الكريم ده كريم ماما جايباه، ماما لسه جايباه. هو كريم بيكري، كريم نهاري، بس قلت اجربه بحيث ان هو ما احطش حاجات كتير، لان مش حاطه حاجه على وشي خالص وما عنديش وقت. بصراحه ماما بتقول ان هو حلو قوي وعاجبها فبجربه. حطيت بسرعه جدا، هسرح حواجبي واحط ليب كومبو وامشي اجري لان بجد متاخره قوي. الجو حر جدا، كنت مبسوطه اول ما صاحبتي سابتني ومشيت، وانا كنت خلاص اللي هو مبسوطه ان انا بتمشى لوحدي لاني بقالي كتير ما اتمشيتش لوحدي. كنت بسمع بودكاست والدنيا بالنسبه لي حلوه قوي. الجو بجد رهيب، ما قدرتش استحمل. انا بحب جدا فيديوهات اللي هي الهول شوبينج جدا وبحب اتفرج عليها قوي. هكمل كده لان الجو حر قوي، وانا كنت مجربه ان هو اطفي المروحه عشان الصوت ما يطلعش صوت المروحه، بس بجد مش قادره، فحطيت دي عشان الصوت يكون اوضح. اتمنى انه يكون اوضح. اشتريت شويه حاجات امبارح، كنت قاعده زهقانه ما بعملش حاجه، فقلت اقوم اعمل شوبينج. هي نيجي لاكتر حاجه انا بجد حباها موت، بجد اكتر مج اول ما شفته حبيته قوي. بجد متحمسه قوي اشرب فيه مشروباتي الساخنه في الشتاء. دول اللي هم بتوع الايس كوفي يعني والحاجات الساقعه وكده، واحد بتاع اختي وواحد بتاعي، بيجي معاهم سترو كده. بس انا بصراحه مش حابه الغطا ده، حابه بس ان استخدمه كده. دول سترو ومعاهم اللي هي اللي بتنضفهم دي، ودي السبراي بتاعه الزيت اللي هو زيت الاكل، بس اختي هتجيبها تعمل بيها حاجه لها علاقه بالسكين كير، هتحط فيه حاجه يعني وجبنا كمان دول، بس دول بصراحه حلوين قوي عن اي حاجه تانية بصراحه شفتهم. كمان جبنا اللي هي دي اللي بتحطوا فيها مثلا زيت هنا لو عايزين تعملوا حمام زيت لشعركم، وبعدين تدخلوها كده في شعركم وتوزعوا الزيت في الجذور. اتمنى ان انا بكون بعمل البتاع ده بطريقه كويسه، لاني حاسه ان انا مش عارفه، حاسه يا رب يكون مظبوط. جبنا كمان دول بيبقوا ديكوريشن كده في البيت يعني، هم اقتراح ماما بصراحه وكانوا حلوين قوي وبسعر رخيص قوي فجبناهم. بعد كده البرفيوم ده
كنت بشوفه على بنترست كتير جدا، كان حلو قوي بصراحه وكان عاجبني. بعدين اختي جابته امبارح، بجد حلو قوي وريحته لذيذه موت، تحسوه قوي اللي هو كلين جيرل فايب، مش باين على الكاميرا بسبب النور، فهحط لكم صوره ليه هنا. نيجي بقى لمرحله الهدوم. اول حاجه الشميز الكحلي ده، هو اوفر سايزد، فانا بحب الشميزات الاوفر سايزد جدا، ومش طويل قوي ولا قصير قوي، الطول بتاعه مناسب قوي، بس هو مكرمش شويه عشان ماما غسلتهم، لان ماما بتغسل اي حاجه جديده عشان ما ينفعش، احنا مش ضامنين مين اللي قايس الحاجه دي قبلنا، فماما بتحب تغسل الهدوم الجديده اول ما نجيبها بصراحه عشان ما نلبسها شويه، مش عارفين مين اللي قبلنا كان يكون لابس الحاجه دي. كمان التيشيرت ده تي شيرت اوفر سايز عادي، بس انا حابه لونه قوي. كمان الشميز ده لونه حلو جدا وعجبني بجد لونه قوي، ودراعه اللي هو مش بيجي لحد الاخر، هو بيكون تلتين الايد يعني. فجبنا بيزك توب لونه رصاصي، بيزك توب عادي جدا، والفيت بتاعه حلو قوي والكواليتي بتاعته حلوه قوي، احسن بكتير من البيزك توب اللي بنجيبها من ديفاكتو. البيزك توب اللي بنجيبها من ديفاكتو بحس انها بتبوظ بسرعه، يعني الفيت بتاعها مبقاش ظابط. انا كمان البيزك توب ده، بس بصوا هو برقبه، بجد مش عارفه اوصف ده لونه ايه، بس برضو هو ما بين بني ورصاصي، مش عارفه بجد، انا بحب اعرف اوصف الالوان خالص. بعدين بيجي ده بجد لذيذ قوي، وحاسه ان هعمل له ستايلينج كتير قوي، انا بحسه ما بين كارديجان وما بين شميز، هو والشميز الرصاصي اكتر اتنين متحمسه لهم بصراحه. وكمان الشميز ده احنا جبنا شميزات كتير قوي، انا مش عارفه هو باين على الكاميرا كده ليه، في الحقيقه احلى بكتير، حبيته قوي اول ما شفته قلت ان انا عاوزاه، لان ماما غسلته وعاوز ينكوي.